السلام عليكم. اليوم غنشرحوا الباب الثاني، الزواج، المادة 10. كاين عقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، يعني أن الزواج عقد كبقية العقود، واحد طرف كيدير الإيجاب والطرف الآخر كيتلقى هذا الإيجاب بقبول بألفاظ كتفيد معنى الزواج لغة ولا عرفا. إذا الإيجاب في الأصل كيكون بالنطق، والعاجز عن النطق كيدير الإيجاب بالكتابة، يعني الشخص مثلا ما كيدويش وقاري كيدير الإيجاب بالكتابة، والطرف الآخر كيدير القبول بنفس الطريقة إلا كيتكلم بالنطق إلا ما كيدويش بالكتابة. أما في حالة إلا كان ما كينطقش وما قاريش فبالإشارة المفهومة من الطرف الآخر ومن الشهود. إذا الإيجاب والقبول كيتم بثلاثة ديال الطرق: بالنطق إلا ما كينطقش، بالكتابة إلا ما قاريش، بالإشارة اللي غيفهمها الطرف الآخر والشهود. وهكذا غنكونوا سالينا المادة 10. موعدنا في فيديو جديد مع المادة 11. بالتوفيق للجميع.